اهلا بيكم. فاكرين الحلقه اللي فاتت لما قلنا للامان هو اللي بيحدد سعر العقار، انك لازم تعيش جوه السور. النهارده السور ده هيتهد، مش بالمدافع، بحاجه تانية خالص، بالفلوس. النهارده هنحكي ازاي العقار اتحول من قلعه لناطحات سحاب، وازاي اختراع زي الاسانسير غير خريطه الاغنياء والفقراء في العالم كله. جهز قهوتك ويلا بينا هاخدك في رحله في شوارع باريس ولندن وناطحات سحاب نيويورك. والكلام النهارده تقيل جدا وممتع. بعد ما خرجنا من ظلام العصور الوسطى ظهرت طبقه جديده، مش ملوك ولا فلاحين، دول بقى التجار. الناس دي بقى معاها فلوس وعايزه توري العالم قوتها، بس هيوروه ازاي؟ بالعقار طبعا. في الوقت دوت البيوت بدات تتنفس والشوارع بدات توسع وبدا يظهر مفهوم الجمال العمراني. لاول مره بقى الهدف مش انك بس تبني بيت تسكن فيه، بقى الهدف انك تبني بيت واجهه. زمان في العصور الوسطى كان اللي معاه قرش بيخبيه، والبيوت كانت عباره عن كتل حجريه كئيبه عشان خاطر بس الامان. لكن في القرن ال15 في مدينه فلورنسا بايطاليا ظهرت عيله قلبت الموازين تماما. العيله دي هي عيله ميديتشي. عيله ميديتشي ما كانوش ملوك، دول كانوا بنوك، يعني ناس بتتكلم بالارقام. وبطل قصتنا النهارده هو كوزيمو دي ميديتشي. الراجل ده كان عنده رؤيه عقاريه سبق عصره 500 سنه. كوزيمو فهم انك لو عايز تبقى نمبر 1 لازم الناس تنبهر بيك اول ما تشوف بيتك. تعالوا بقى احكي لكم عمل ايه. كوزيمو ما كانش بيبني بيت يسكن فيه، كوزيمو كان بيبني براند. القصر بتاعه دوت اول ما خلص قيمه المنطقه كلها ضربت في 5، لان كل تجار اوروبا واغنيائها كانوا عايزين يسكنوا جنب ميديتشي، وبقوا عايزين يفتحوا المكاتب بتاعتهم في الشارع اللي فيه قصر ميديتشي. كوزيمو استغل الموضوع دوت وفتح فروع للبنك بتاعه في المنطقه اللي هو جملها بفلوسه، وبدا يشتري الاراضي الخربانه اللي حوالين مشاريعه برخص التراب. وكان بيجيب فنانين زي دوناتيلو عشان خاطر يجملوا الميادين ديت ويبيعوها او ياجروها للاغنياء اللي كانوا بيدوروا على الواجهه الاجتماعيه. ودي كان اول مره في التاريخ يظهر مفهوم ازاي تخلق ديستنيشن. عائله ميديتشي علمتنا انك لما بتخلق لاند مارك او معلم مميز، انت كده بس مش بتعلي سعر المبنى بتاعك، انت كده بتحكم في سعر المنطقه بالكامل. وعشان كده لما بتلاقي النهارده مطور بيبني مول تجاري كبير او بيجيب مصمم عالمي يعمل واجهه المشروع، اعرف انه مش بيضيع فلوس، هو بيعمل زي كوزيمو، بيحول التراب لفلوس. فجاه الدنيا اتغيرت. سنه 1760 الثوره الصناعيه بدأت في انجلترا. فجأة المصانع ظهرت والناس سابت المزارع والغيطان وراحت على المدن عشان خاطر لقمة العيش. تخيل مدينة زي لندن عدد سكانها تضاعف في سنين قليلة، بقت زحمة لا تطاق، وده خلق أزمة سكن حقيقية. وأول مرة يظهر مفهوم العشوائيات فعلا. الناس بتسكن في أوضة صغيرة جدا، يعني بتلاقي 10 12 واحد في أوضة واحدة. هنا المطورين العقاريين فكروا احنا دلوقتي عندنا مشكلة، الأرض غالية جدا والناس كتير جدا، طب الحل إيه؟ الحل إننا نطلع لفوق. بس كان في مشكلة تانية واقفة في الشغل. لحد نص القرن ال19 كان أغلى الشقق في أي عقار كان الدور الأرضي والأول. ليه؟ لأن مفيش حد غني وعنده جاه هيطلع سادس وسبعة أدوار على رجله، وكان معروف الأدوار العالية ديت للخدام والفقراء، وكانوا يسموها ادوار السطوح. لحد ما جه واحد اسمه إليشا أوتيس. الراجل ده سنه 1853 اخترع اول اسانسير امن. قبل كده كانت الاسانسيرات دي بتقع لو الحبل اتقطع. أوتيس عمل فرامل امان، وفي عرض تاريخي قدام الناس كلها قطع الحبل نفسه والاسانسير ما وقعش. والاختراع دوت قلب الهرم العقاري. فجاه الادوار اللي فوق اللي كانت منبوذه عشان خاطر السلم بقى عليها الطلب والسعر بتاعها اعلى، عشان خاطر كذا حاجه، الهواء بتاعها انقى والفيو بتاعها احلى وبعيد عن دوشه الشارع. هنا اتولد فكره البنت هاوس. فجاه الاغنياء طلعوا فوق والفقراء نزلوا تحت، والاسانسير هو اللي رتب الطبقات الاجتماعيه من جديد. لحد سنه 1880 كان في سقف طموح البشر واقف عنده. ليه؟ لاننا كنا بنبني بالطوب والحجر، والمشكله في الطوب ان كل ما مبنى ما يعلى وزنه بيتقل جدا، فبيضطر المهندسين يخلوا الحيطان اللي تحت تخينه جدا عشان تشيل اللي فوقيها. تخيل مبنى 10 ادوار، الحيطان اللي تحت هيبقى سمكها مترين، يعني مفيش مساحه تسكن اصلا فيها، العماره كانت من تحت بتكرش. وفجاه حصلت الكارثه. سنه 1871 حصل حريقه شيكاغو الكبرى دمرت المدينه بالكامل. المدينه بقت ارض فاضيه، الارض بقت لوحه بيضاء للمطورين المهندسين، والارض غليت جدا وكل واحد عايز يستغل كل سنتيمتر. وهنا ظهر البطل بتاعنا ويليام ليبرون جيني. ويليام كان مهندس عبقري وفكر بره الصندوق وقال ليه الحيطه هي اللي تشيل المبنى؟ هنعمل هيكل عظمي من الصلب والفولاذ ونعلق عليه المبنى زي القميص اللي بيتعلق على الشماعه. سنه 1884 شيكاغو والعالم كله وقفوا مذهولين. بدا بناء هوم انشورنس بيلدينج. لاول مره الناس تشوف قضبان حديد طالعه للسماء من غير حجر يشيلها. الناس كانت واقفه تحت مرعوبه، بيقولوا ان المبنى ده هيقع مجرد بس ما الهواء يخبطه. المبنى ده كان معجزه، وصل ل10 ادوار
ايوه ال10 ادوار دي وقتها كانك دلوقتي بتبني برج خليفه. المبنى ده اثبت اننا ممكن نقدر نطلع للسماء بوزن اخف بمراحل ومساحات داخليه واسعه جدا، لان الحيطان ما بقتش هي اللي شايله، فبقينا نقدر نحط شبابيك وازاز، والشمس دخلت البيوت والمكاتب لاول مره. المطورين العقاريين في نيويورك وشيكاغو وانجلترا الكل بقى عايز يكسر رقم التاني. الارض كان مساحتها 100 متر وتجيب ايجار شقه واحده، بقت بتجيب ايجار 50 مكتب فوق بعض. العقار هنا ما بقاش مجرد سكن، بقت ماكينه طباعه فلوس بتطلع للسماء، انك بقيت تستغل مساحه صغيره عشان تعمل مئات المكاتب والشقق. الROI او العائد على الاستثمار ضرب في السماء، وبقت مدن زي نيويورك بقت هي ملعب الحيتان بتوع العقارات. تخيل الاختراع دوت هو اللي خلى مدينه زي نيويورك بقت هي عاصمه العالم العقاريه. لولا الفولاذ كان زمان دلوقتي منهاتن لسه عمارته قصيره وكئيبه، وكان زمان سعر المتر النهارده ما وصلش للارقام الخياليه اللي بنسمعها. الفولاذ هو اللي حرر الارض من وزنها وخلى اننا نبيع الهواء بفلوس. طيب المباني غليت والشقق بقت بالاف الدولارات، مين معاه يشتري كاش؟ قليلين جدا. هنا البنوك بدات تتدخل وظهر نظام التمويل العقاري او الموراج. عارف يعني ايه الموراج؟ الكلمه دي اصلها فرنساوي قديم من القرون الوسطى، بتتكون من قطعتين، مورد يعني موت، وجاج يعني عهد او رهان يعني عهد الموت. هم سموها كده عشان الرهان دوت بيموت، بينتهي في حالتين، اما انك تسدد فلوسك فالدين يموت، او انك تفشل في تسديد ديونك فالبنك ياخد شقتك وحلمك في السكن يموت. طب الموضوع دوت بقى بدأ ازاي؟ زمان قبل القرن 18 كان العقار ده لعبه الاغنياء وبس، عايز تشتري ادفع كاش، ما معكش يبقى اجر، وهتفضل طول عمرك بتأجر عند النبلاء. لحد ما في انجلترا بدأت تظهر فكره جديده اسمها بيلدينج سوسايتيز او جمعيات البناء، ودي فكره عبقريه عامله كده زي الجمعيه اللي والدتك دلوقتي بتعملها. مجموعه عمال وصناعيه كل واحد فيهم بيدفع مبلغ شهري، وواحد فيهم ياخد المبلغ دوت ويشتري بيهم بيته، وبعدين اللي بعده واللي بعده وهكذا لحد ما كله يسكت. الفكره دي نجحت جدا وحولت العمال لملاك عقارات لاول مره في التاريخ. قبل سنه 1930 التمويل العقاري ده كان كابوس، القرض كان لمده 5 سنين بس، وقبل ال5 سنين ما تخلص كان لازم تدفع نص ثمن البيت مره واحده. دي كان حاجه اسمها بالون بيمنت، وطبعا كان اغلب الناس كانت بتفشل والبنك يطردها. لكن بعد الكساد الحكومه الامريكيه اتدخلت وعملت نظام FHA، وهنا ظهر السحر اللي بنعيشه النهارده، القرض طويل الاجل. لاول مره ظهر قرض طويل الاجل 10 و20 سنه بفايده ثابته وقسط شهري بسيط. النظام ده هو اللي خلق حاجه اسمها الطبقه المتوسطه، وهو اللي خلى اي شاب يقدر يسكن ويتجوز في بيته وهو لسه في بدايه حياته. تعالوا بقى نقارن ما بين التمويل العقاري زمان ودلوقتي، بس قبل ما نقارن انا هنا بتكلم تاريخ، مش في هو حلال ولا حرام. حلال وحرام دي بقى مش بتاعتي ولا بتاعتك، ده ليها ناس اهل فتوى يتسالوا فيها. زمان القرض كان بيعتمد على كلمه الشرف وسمعتك في منطقتك، البنك كان في شارعك ومديره عارف عيلتك. انت النهارده عباره عن كريدت سكور او رقم ائتماني، السيستم هو اللي بيقرر يديك القرض دوت ولا لا بناء على خوارزميات وتحليلات ماليه معقده. زمان القرض كان محلي، فلوس المودعين هي اللي كانت بتسلفك. النهارده في حاجه اسمها توريق العقارات، يعني القرض بتاعك بيتباع في البورصه العالميه، وممكن واحد في الصين بيستثمر في قسط شقتك اللي في التجمع وزايد وانت مش عارف. زمان الهدف كان سكن، دلوقتي التمويل هو هدف الاستثمار. الناس بقت تاخد تمويل عشان تشتري عقار وتأجره، والايجار ده هو اللي بيسدد القرض، يعني العقار بيبني نفسه بنفسه. من الاخر ومن ناحيه اقتصاديه بحته التمويل العقاري هو الوقود اللي بيحرك العقار في العالم كله. لولا كان اسعار العقارات فضلت رخيصه جدا ومحدش معاه يشتري، وبسببه الاسعار ولعت، بس بقى في فرصه ان الناس كلها تمتلك. التمويل العقاري سلاح ذو حدين، ممكن يكون السلم اللي يطلعك لفوق او يبقى القبر اللي يدفن طموحك لو ما حسبتهاش صح. عشان كده في الحلقه اللي جايه هحكي لكم ان الناس لما تمت في التمويل العقاري عمل ازمه هزت العالم كله، هي ازمه 2008. الخلاصه ان الثوره الصناعيه علمتنا ان العقار هو ابن التكنولوجيا. لما اخترعنا الاسانسير السعر طلع لفوق، ولما اخترعنا الفولاذ المباني وصلت للسحاب، ولما اخترعنا التمويل السوق اتفتح للكل. الدرس بتاع النهارده دايما دور على الاختراع اللي جاي، لان التكنولوجيا هي اللي بتعيد تسعير العقارات. النهارده احنا في عصر السمارت هومز و3 دي برينتر، يا ترى ده هيعمل ايه في سوق العقارات؟ الحلقه الجايه هنروح لاكبر فقاعه عقاريه في التاريخ، هنعرف ازاي العقارات بقت سبب ازمه اقتصاديه عالميه، وازاي نيويورك بقت هي عاصمه العقارات في العالم. لو عجبتك الرحله النهارده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي في التعليقات لو خليت تسكن في بنت هاوس في الدور ال100 ولا تسكن في دور ارضي بحديقه خاصه. وزي ما قلت لكم انه مش مجرد محتوى، احنا بنعرف اصل الحكايه. استنى الحلقه الجايه وخليك فاكر مفتاحك مع مهدي. سلام.